مهم للنادي الاهلي ينطلق به الى صن داونز بجنوب افريقيا. المهم الثلاث نقاط تيجي ازاي. حاليا مش مهم المباراه تتلعب ازاي، ولكن ما يكونش الاداء هزيل، الاداء غير جيد. اداء المقاولون مقبول الى حد ما، ولكن سخطة الخطيب لا زالت على لعيبه النادي الاهلي. مباراه الزمالك والترجي التونسي النهارده شفنا فيه تنشيط في الاداء الهجومي من نادي الزمالك، فيه تنشيط لسيف الدين الجزائري، لاحمد سيد زيزو، في تنشيط بحيث ان الكره تدخل داخل ال 18 ما تتسددش على المرمى على طول، لا لازم يكون فيها فن. لو لاحظنا فيريرا بيعمل كده بعد الهدف، يعني في فن. نفس الجمله اللي عملها النادي الاهلي في الهدف الثالث تحديدا امام القطن الكاميروني، الكوره تدخل داخل ال 18، لاعب يمرر للاعب ثاني، والاسهل له هو اللي يسدد في الجون. هو ده اللي حصل من النادي الاهلي امام القطن الكاميروني في الهدف الثالث تحديدا. الزمالك بدا من نفس الهدف الثالث اللي جابه النادي الاهلي في القطن الكاميروني بالطريقه دي امام الترجي التونسي. ده الكره داخل ال 18، لاعب يمرر للاعب يمرر للاعب، مش بتسدد في الجول كده بدلك وخلاص، لا. احمد السيد زيزو شاف مين في النهايه اللي فاضي داخل ال 18، اداله الكره بكل ارتياحيه، الولد شاطها في الجول او سددها في الجول، خلاص جول. هي الكوره كده. النهارده الزمالك دخل في اللعبه ثاني في دوري ابطال افريقيا، دخل مع شباب الوزداد، مع الترجي التونسي، كده المريخ السوداني اظن كده براء المريخ السوداني بالهزيمه امام شباب الوزداد امبارح بنتيجه 1-0. ولكن الزمالك النهارده تحس فيه تنشيط واضح في الفريق، الخط الامامي كله فيه تنشيط، فيه حاجه حلوه في الدفاع، تلاقي كله بيرجع ورا، وفي الهجوم الكل بيكون بيساعد المهاجمين، وتنشيط واضح سواء خط الوسط او الهجوم، والدفاع عليه شويه لغط، ولكن مع رجوع خط الوسط بيساند مع الدفاع بتاع الزمالك عاوز شغل كتير، مش شغل قليل، عاوز شغل كتير. ولكن النتيجه بتاعت الزمالك كده دخلته في اللعبه تاني. لو الاهلي رجع بنقطه من صن داونز يبقى يكفيه هدف في القطن الكاميروني في الكاميرون، ويكفينا هدف في الهلال السوداني هنا في القاهره. يبقى معنى كده الاهلي محتاج الثلاث مباريات افريقيا اللي جايه يتعادل مع صن داونز، ويفوز على القطن الكاميروني في الكاميرون 1-0، ويفوز على الهلال السوداني هنا في القاهره 1-0. كده الاهلي صعد بدون اي حسابات، بدون اي حاجه، لان الاهلي احنا لما هنيجي للمواجهات المباشره الهلال السوداني مهزوم من صن داونز. الهلال السوداني في المواجهات بينه وما بين القطن الكاميروني فايز على ارضه 2-0 وبره 1-0، اما الاهلي فايز على ارضه 3-0 على القطن الكاميروني، وطبعا هيفوز اقل حاجه بنقول عليهم بره 1-0. يبقى كده في النهايه الاهلي هيصعد بفارق الاهداف من الهلال السوداني لو الاهلي لعبها صح واللعيبه فهمت محمود الخطيب، وصفقه محمود الخطيب مؤثره جدا على اللعيبه ومدي حماس ونشاط وحيويه للعيبه، واللعيبه كلها متكهربه من كلام كابتن محمود الخطيب. لحد النهارده كابتن محمود الخطيب ما زال لازم بيقول لهم الاربع مباريات لازم نتيجه تكون ايجابيه فيها، كده الاهلي هيطلع على صن داونز وهو متكهرب طبيعي، ومش هيجي باقل من التعادل. ده لو ما فازش هناك لازم الاهلي يعمل نتيجه ايجابيه امام صن داونز، ويطلع على القطن الكاميروني يجيب نتيجه 1-0، ويجي لنا بعد كده الهلال السوداني هنا في القاهره لو فزنا عليه 1-0 خلاص كده الاهلي صعد بدون اي حسابات. ولكن النهارده الزمالك في اخطاء في خط الدفاع لنادي الزمالك، لازم فيريرا وأسامة نبيه يعدلوها. ولا زلت بقول شيكابالا كان سبب المشكله بين فيريرا وأسامة نبيه. فيريرا كان عاوز شيكابالا في الفريق يستعان به في اي لحظه في المباراه، أسامة نبيه ما كانش عاوز الموضوع ده، مش عاوز شيكابالا الاستعانه به في اي لحظه في المباراه، عاوز تنشيط اللعيبه كلها، مش عاوزين نتكل على فرد واحد في المباراه. وفعلا لحد هذا الان نجح أسامة نبيه انه يؤثر على
فيريرا وقرارات فيريرا، وشفنا شيكابالا مستبعد من المباراة أمام الترجي التونسي. ودي خطة أسامة نبيه على فكرة، مش خطة المباراة، خطة أسامة نبيه إن شيكابالا يستبعد حاليا من الفريق عشان خاطر الفريق ما يبقاش متكل على لاعب واحد. وانا من راي اسامه نبيه وهو فيريرا لولا ما شاف اسامه نبيه على حق ما كانش وافقوا على اللي مقرره اسامه نبيه، لان اسامه نبيه هدد بانه يقيل نفسه او يقدم استقالته لو اللي عاوزه في دماغه ما تنفذش. وبالفعل فيريرا حاليا بينفذ قرارات أسامة نبيه، وسمع لأسامة نبيه باستبعاده لشيكابالا. وأنا متأكد إن شيكابالا كان هو مسبب الأزمة بين أسامة نبيه وفيريرا. النهارده بيراميدز اللي هتلعب بره، نتمنى له التوفيق، وإن شاء الله الأهلي يسافر من جنوب أفريقيا إلى الكاميرون ومعاه 3 نقاط ثمينة من صن داونز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من القناة المتواضعة دي.